تعرض أزيد من 20 تلميذا وتلميذة لإصابات متفاوتة الخطورة أمس الأربعاء جراء انقلاب حافلة للنقل المدرسي تابعة لجماعة لحضر الواقعة ضواحي مدينة آسفي على مستوى الطريق الرابطة بين جمعة سحيم وجماعة لحضر. وأوضحت مصادر محلية أن سائق حافلة النقل المدرسي التي كانت تقل أزيد من 20 تلميذا وتلميذة فقد السيطرة عليها ما أدى إلى انقلابها وسط قارعة الطريق. وعلى إثر ذلك تم نقل جميع التلاميذ المصابين والسائق على وجه السرعة صوب قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي من أجل تلقي العلاجات الضرورية. كما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث، في الوقت الذي توافد على المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي مسؤولون عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بآسفي قصد تتبع الحالة الصحية للتلميذ.